يا صباح الخير. النهارده انا كنت هعمل برفيوم ليا وبعدين قلت لا، اما ايه اعمل لكم الفيديو دوت معايا. بصوا، اهم حاجه في البرفيوم ان انت لو عايزاه قريب قوي من الاوريجينال، ان انت تجيبي الزيت بتاعه يكون زيت كويس. انا بجيب من عند حد كده، من عند الجامع الاحمر في العتبه. الجامع الاحمر ده جنب صدناوي، ماشي. جنبه مول صدناوي، ماشي. في بقى شارع كده كبير مليان بتوع زيوت وبتوع حاجات كده خاصة بالبرفانات والحاجات دي. فانت لو دخلتي هناك هتلاقي بدل الواحد 50 واحد. بس في مكانين كده انا ما بغيرهمش، لان انا مجربة الزيوت بتاعتهم من كذا سنة، فما بحاولش ان انا اغير الزيوت بتاعتهم. زيوتهم حلوة جدا، غالية شوية لكن البرفيوم بيقعد في الحاجة، في اللبس يعني بتاعك حتى بعد ما بتغسليه. دي الحاجة التانية علشان تاخدي ازازة برفيوم تحس ان هي الكواليتي بتاعها فعلا عالي. الازازة ال100 ملي بيتحط لها 35 جرام زيت. 35 جرام زيت، وبقية الازازة بيبقى كحول. وممكن تحطي نقطة واحدة من الجريسلين. الجريسلين الطبي بيثبت البرفيوم قوي دوت. لو بتعملي مخمرية، لو بتعملي كريم، لو بتعملي برفيوم، نقطة الجريسلين لما بتحطيها على الزيت العطري بتثبته قوي. فدي برضو معلومة للي بيعمل اي حاجة تانية او لسه مبتدئ فيها. طبعا اللي بيعملوا عارفين الكلام دوت. فانا جايبة عطر فيكتوريا اهو. فيكتوريا، طبعا فيكتوريا سيكريت فيه بتاع كذا كتير عطور منها، كلها اسمها فيكتوريا سيكريت. بس كل حاجه عطر كذا عطر كذا. فانت بتشمي الحاجه اللي هي ملائمه ليكي وبتجيبيها ايا كان النوع، يعني فاهمه. في اللي كنت قبل كده جايبه بكرات روج كانت حلوه قوي. النهارده هعمل بيربري هير. حلوه حلوه حلوه، من العطور الهاديه اللي بتحسي بالرقي كده وانت بتشميها. فهي حلوه جدا. فانا اول حاجه انا طبعا فضيت الزيت. انا كنت هعملها كده مع نفسي، وبعد كده قلت لا، اما اعمل فيديو. فدوت عطر بيربري هير، تمام. فضيته هنا في الازازه، وبعد كده هحط هنا اهوت نقطه واحده من الجريسلين، وبعد كده اهوت هكمل بقيه الازازه بالكحول. طبعا الكحول هتجيبيه برده من عند بتاع البرفيوم، من عند بتاع الزيوت يعني. فاول حاجه اهو، بصوا قد ايه جليسرين. بصوا نقطه واحده هحطها، دي هتثبت لي البرفيوم شويتين 3. خلاص حطيتها كده. وبعد كده اهو هحط الكحول في ازازه البرفيوم هنا في ازازه الزيت، علشان خاطر لو في اي بواقي من الزيت يعني تتحط، ما تترميش في الازازه كده. فهحط الكحول هنا اهو كده. دوت الكحول. بصوا الكحول هوريهولكوا، النوع ده حلو قوي اهو، ماشي. برضو جايباه من عند بتاع زيوت البرفيوم، ماشي. الازازه ديت ازازه حوالي لتر، او ممكن اكتر من لتر بشويه، او لتر ب35 جنيه بس، حلوه جدا. طبعا اسعار الزيوت بقت في الجو. انا كنت بجيب ال100 ملي كنت بجيبهم ب100 جنيه. هو نفس العطر على فكره، دلوقتي بجيبهم ب500 وشويه اهو كده. اهي فضيتها، لسه فاضل شويه هحطهم برضو. انا هرج الازازه كده بتاعت البرفيوم بتاع الزيت عشان لو في اي بواقي، وهفضيها برضو هنا. لو مش هتعرفي تتحكمي في ايدك اعمليها بقمع صغير.
اهي كده خلاص كده. وبعدين هتقفلي بالازازه بالغطا، هترجيها كويس قوي، وبعد كده هتستاب في الفريزر يوم، وبعد كده هو تسيبيها في الدولاب كده في حته ضلمه جوه كيس اسود اهي. عايزه اقول لكم ان بيربري هير ديت جربوها هتعجبكم قوي، بالذات اللي بيحب العطور الهاديه. تمام اهي كده. وبعد كده دي هتتساب يوم واحد في الفريزر، وبعد كده اهو هحطها في الدولاب جوه كيس اسود واربطه واحطها بين الهدوم كده اهو بتاع اسبوع، وبعد كده استخدميها هتحسي بجد بالكلام بقى اللي انا قلته لك كله. تمام دي كده خلاص خلصت. امسحها بقى كده اهو كده. خليكوا كده، حاسه ان انا مش باينه قوي كده. دي كده خلاص خلصت. هعمل بقى حاجه تانية. بصوا دي برضو، دي العطر اللي جواها دوت، الزيت اللي جواها دوت بريحه الفواكه، فانا هعمل برفيوم بريحه الفواكه والورود. فانا عندي زيت ورد وعندي زيت لافندر، الاتنين برضو جودتهم عاليه قوي. ماشي، هاخد من دوت 10 جرام واخد من دوت 10 جرام ماشي، وهضيفهم للفواكه دي. فايه هعمل كده. لو انت عندك ميزان، اول حاجه بتوزني الازازه تشوفيها قد ايه، او بتصفري للميزان وتحطي كده اهوت الازازه على الميزان. وبعد انا عملت كتير جدا فانا عارفه المقدار بالظبط، لكن اللي اول مره يعمل يصفر الميزان، يحط الازازه عليه ويصفر الميزان، وبعد كده يوزن الزيوت اللي هو عاوزها. عموما هتحطي من 30 ل 35 جرام زيوت، تمام، ونقطه واحده جليسرين، وبعد كده بتزودي بقيه الازازه كحول. النسبه دي انا مجرباها كذا مره وحلوه جدا وثباتها عالي جدا. فانا هنا اهوت حاطه العطر بتاع الفواكه. عارفين العطور المسكره دي هتبقى عامله كده. وبعد كده هنحط زيت الورد، ايوه كده كفايه تمام. وبعد كده هحط زيت اللافندر اهي، وبعد كده تدلق. نحط زيت اللافندر برضو نفس القصه كده اهو. خلاص كده. وبعد كده هكمل انا كنت حاطه الجليسرين على فكره. وبعد كده هكمل الباقي كحول زي ما انتم شايفين كده. كده هتسيبي مسافه صغيره كده عشان خاطر الغطا لما بتحطيه بيبقى عايز مساحه. بعد كده تحطي الغطا وتربطي كده، وهترجي برضو الازازه كويس عشان كله يندمج اهو. والله يا جماعه ريحتها تحفه. انتوا عارفين انتوا العطور المسكره قوي بقت عارفين، ولا هي انتوا عارفين هي مسكره
ولا هي ورود. لا ريحتها والله لو ينفع تشمه، ريحتها بقت حلوه قوي. برضو دي نفس الكلام، هتتساب في الفريزر برضو يوم، وبعد كده هتروحي حطاها في الدولاب اسبوع 10 ايام، وبعد كده تستخدميها هتبقى حلوه جدا. ثباتهم عالي قوي. النسب اللي انا قلت لكم عليها دي نسب انا مجرباها كتير جدا، من 30 ل 35 زيت. لو 30 بتبقى حلوه برضو، 35 بتبقى واو بقى، بتبقى فعلا فعلا اكنها اوريجينال. 35 جرام زيت، نقطه واحده، يعني ممكن تكون جرام واحد جليسرين، متحطيش اكتر من كده. تقوليش احط الجليسرين اكتر عشان الثبات يبقى اكتر، لا ده بعد كده هتدهن والجليسرين هيبقى سايب اثر. لكن شفتوا انا ايديا هي اللي انا حاطه فيها مفيش اي اثر اللي انا دهنت فيها. ليه؟ لان انا حاطه جليسرين نقطه واحده او جرام واحد، وبقيت على الزيت. وبعد كده اهو تكملي بقيه الازازه كحول، وتجيبي الكحول من عند حد موثوق منه. عموما الكحول ده حلو جدا اهو، صوروه لو عاوزين اهو. الازازه ديت انا كنت لسه جايباها ب 35 جنيه، حوالي جرام، حوالي لتر، سوري حوالي لتر. تمام، جيبوا هو دوت، هتلاقوها عند كل بتوع العطور، ماشي، في المكان اللي انا قلت لكم عليه اللي في العتبه. تمام. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، يعني بصوا ازازه الزيت دي انا جايباها ب 570 جنيه، الحبه دول ب 570 جنيه، كنت بجيبهم ب 100 جنيه السنه اللي فاتت بس. وده كده الشكل بتاعها النهائي. عينيها زي ما قلت لك كده يوم واحد في الفريزر، وبعد كده عينيها في حته ضلمه، في اي حته ضلمه جوه كيس اسود 10 ايام او اسبوع، يعني من اسبوع ل 10 ايام، وبعد كده استخدميها. جربي تعملي البرفيوم بتاعك بايديكي وبمزاجك انت كده وعلى روقان، والله هتحسي باحساس حلو جدا. وكل ما حد هيقولك انت البرفيوم ده جايباه منين، هو اسمه ايه، مش عارفه، هتفرحي. وفي نفس الوقت هيبقى تكلفته اقل، وهيديكي نفس النتيجه بتاعت الاوريجينال، لان انت مضامنه الزيت اللي انت حطاه كويس، وعارفه ان انت حاطه نسب حلوه قوي. امشي بس على نفس النسب اللي انا قلتلك عليها، هيعجبك جدا. وهتروحي عند بتاع الزيوت العطريه، هتلاقي عنده برفانات الدنيا، هتشمي بدل النوع 5000 نوع. بس خدي معاكي شويه بن، عشان من اول بعد تالت شمه كده من الانواع كلها هيخش في بعضه. فخدي معاكي حبه بني كده، افصلي بيهم بين الريحه والريحه. وبعد كده هو جربي تعملي البرفيوم بايديكي، والله احساس حلو قوي ونتيجته حلوه قوي، واوفر كتير من البرفانات اللي بنجيبها غاليه وبارقام فلكيه دلوقتي. ماشي، دوت اللي هو العطر الشجري اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو المسكر ده، ودوت بيربري هير. لو انت هتنسي اكتبي هنا اهوت، حطي اي ستيكر واكتبي عليه اسم البرفيوم. وهتلاقي كمان ازايز شكلها شيك قوي عند الناس ديت، ممكن تجيبي لك ازازتين كده اهوت تبدلي فيهم من عندهم. بجد بجد تجربه حلوه. يلا جربوا واعملوا البرفيوم بتاعكم بايديكم، وان شاء الله التجربه هتعجبكم، وبعد كده هتعملوا كده على طول. ومع الف سلامه، وقابلكم في فيديو جديد، واتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. مع الف سلامه.